ماذا لو اتزنقت زنقة الكلاب؟ بص يا صديقي، ما تستناش الوحي ينزل عليك عشان تبدأ مذاكرة، ارمي نفسك في المذاكرة. ايوه ارمي نفسك، لو بدأت صدقني هتخش في المود، بس ابدأ انت بس. وكمان ما تستناش الوقت المناسب عشان تذاكر، لو استنيت فنتقابل مع بعض في سمر كورس ان شاء الله. كمان حاول تظبط نومك، حاول تصحى بدري وتذاكر بدري، صدقني والله هيفرق معاك كتير لو صحيت بدري وذاكرت بدري، وهتقدر تلم جزء كبير من المادة. اوعى تفكر في حتة هذاكر بعد الظهر دي او كمان ساعة، لان الوقت من الصبح للظهر حاجة، ومن بعد الظهر لاخر اليوم حاجة تانية خالص. صدقني الوقت بعد الظهر بيجري حرفيا، فتجنب ده. ومفيش حاجة اسمها اخلص المنهج كله في ساعة، حضرتك مش اينشتاين، ده حتى اينشتاين نفسه ما عملهاش. نظم وقتك وحاول تذاكر بطريقة البرومودورو، اللي هي 45 دقيقة مذاكرة و15 دقيقة بريك. البريك ده بقى تقرأ فيه جزء من كتاب أو من رواية، تعمل فيه كوباية شاي أو قهوة أو نسكافيه، أي حاجة تغير بيها المود يعني، بس أهم حاجة